هذا هسه احنا باتجاه الفتحة اللي راح ندخل من عندها. هذه تشوفوها. شوف المكان وعورة المكان سيد اللواء. ايه يعني الدخلة والمكان يعني فشي غريب. تخيل والله ما اعتقد كبريت. ضين الضوء عليه. هذا الضوء قوي ترى. لا هذا هم قوي. نعم، هذه هي منطقة الخسفة في صحراء محافظة الأنبار. تم اكتشافها من قبل أحد شرطة العقود، البطل شرطة العقد محمود اللي ينتسب إلى قاطع نجدة حديثة. طبعا أنا حاليا مكلف من قبل رئيس دائرة العلاقات والإعلام السيد اللواء مقداد مير المحترم بتغطية هذا الاكتشاف الفريد من نوعه. طبعا تم اكتشاف نهر تحت الأرض، وأيضا تم اكتشاف أسماك لا تملك عيون. طبعا هذا الاكتشاف هو لوزارة الداخلية حصرا. باعوا هاي بمجرد أن تطلع للمي البرة للنهر. هاي شكلها طبعا فاتحة لأن تتنفس أكسجين، عيون ما بيها، فيسموها بحديثة بلايند كيف فيش أو أسماك حديثة العمياء. نوعيتها نوعين واحتمال اكو نوع اخر، وهذا اول حجم يوصل هالمسافه هاي، اكثر من الحجم المسجل سابقا. تسجل لاول مره في العراق وفي الشرق الاوسط. اذا تلاحظون يعني الاخ المصور يقدر يركز على موضوع المي اللي موجود هنا وكانه نهر فيه اسماك. هذه الاسماك خليها بقاروره حاليا. هذه الاسماك يسموها اسماك المياه العذبه العمياء. هذه كميه كبيره من الاسماك، شوفها كميه كبيره سلط الضوء عليها. لاول مره شرطه البيئه في العراق تدخل هذا المدخل وتكتشف هذا الاكتشاف لاول مره بالشرق الاوسط وبالعراق. مثل ما تشوفون التعب، نزلنا اكثر من 500 متر تحت الارض مع نقص الاكسجين. اكتشاف عظيم حقيقة. منطقة بالعراق؟ هذه في منطقة في محافظة الأنبار مدينة حديثة. لأجيال قادمة في متحف التاريخ الطبيعي العراقي، مثل ما درسناهم قبل 100 سنة، هسه راح يجون ورانا ب 100 سنة يدرسوهن بفضل بزود وزارة الداخلية العراقية. الله يبارك.